إذا السلام عليكم في فيديو أخرى من درس دوال اللوغاريتمية. في هذا الفيديو نشوفوا مشتقات الدوال اللوغاريتمية، والفقرة الأولى ديال الدرس تكون حول الخاصيات، ومن بعد نشوفوا بعض التطبيقات من أجل مزاولة بعض القواعد. القاعدة الأولى اللي خص كلشي يعرفها هي أن الدالة اللوغاريتمية فإنها قابل للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، ولدينا بالنسبة لكل إكس كينتمي لهذا المجال هذا الدالة المشتقة ديال ln نقطة إكس كتساوي المقلوب ديال إكس. عقلوا مزيان على هذه الخاصية، تحتاجوها بزاف فاش تحتاجوا تشتقوا الدوال اللوغاريتمية من جميع أنواعها. الخاصية الثانية هي خاصية عامة، كتقول لي في بلاصة إكس غنعتبروا هذه المرة دالة أو. دونك هذه المرة نبغيو نحسبوا المشتقة ديال ln ديال أو دو إكس. دونك كنعتبروا دالة او بحيث كيلكو سوا اكس تنتمي ل اي او دو اكس اكبر قطعا من زيرو باش داخل الان يكون دائما موجب، وكنعتبروا دالة ln ديال او دو اكس بالنسبه لكل اكس. هاد الداله هذه فانها قابله للاشتقاق على المجال اي، وعندنا بالنسبه لكل اكس كينتمي ل اي ln ديال او دو اكس لكل مشتق تعطيني او بريم ديال اكس على او ديال اكس. شدوا على سبيل المثال الداله ln ديال اكس اس 3 زائد 1. إلا بغينا نشقوها شيكون عندي اف بريم ديال اكس هو او بريم ديال اكس على او دو اكس. هنا او دو اكس ديالي هي اكس اس 3 زائد 1. شنو هي او بريم في هذه الحاله؟ 3 اكس مربع، هذا هو او بريم 3 اكس مربع وعلى او دو اكس اللي هي اكس اس 3 زائد 1. هذه هي الكيفيه اللي كنستعملوا بها هذه القاعده هذه. والحاله الثالثه هي الحاله العامه، كنعتبروا داله او هذه المره مهما تكون الاشاره ديالها، ولكن خصها تكون مختلفه من الزيرو في كاع النقط ديال اي. دونك كتقول لي هذه القاعده هذه الا اعتبرت الداله ديال ln القيمه المطلقه ديال او دو اكس حتى هي قابله للاشتقاق على اي، وعندنا ln ديال القيمه المطلقه ديال او دو اكس بريم كتساوي او بريم ديال اكس على او دو اكس، بحال الحاله اللي شفناها سابقا لما تكون الداله موجبه قطعا او. عقلوا مزيان على هذه القاعده كذلك. والان ما يبقى لنا الا نزاولوا هذه القواعد على بعض التطبيقات. والتطبيق الاول نطلب منكم تحسبوا لي الاف بريم ديال اكس بالحاله الاولى ديال اف دو اكس كتساوي اكس ln ديال اكس زائد 1. كنطلب منكم اذا توركوا على قف باش تحاولوا تجاوبوا جميع بوحديتكم على هذا السؤال، ومن بعد نشوفوا الجواب جميعا. اذا اش كيتبين لي في هذا المثال؟ عندي جداء ديال دالتين، داله او والداله في. كنذكركم بان الاشتقاق ديال او في في هو او بريم في زائد او في بريم. اذا غنقولوا ليكون اكس من المجال ديال الانطلاق، نقولوا ليكون اكس من دي اف. اش عندنا؟ اف بريم ديال اكس اش كتساوي او بريم اللي هي 1 ديال اكس في ln ديال اكس زائد 1 زائد او اللي هي اكس فوا في بريم. في بريم في هذه الحاله عندي ln ديال او دو اكس زعما ln ديال جي دو اكس باغ اكزومبل. اذا المشتقه تاعها هي جي بريم ديال اكس على جي دو اكس. نذكركم بان شفنا سابقا ان ln ديال جي دو اكس الكل بريم هي جي بريم ديال اكس على جي دو اكس. الا طبقناها في هذا المثال نلقاو 1 على اكس زائد 1. متفقين؟ وهذا هو الحل ديال السؤال ديالي. نمر الآن إلى المثال الثاني. كيطلبوا مني نحسب الدالة المشتقة للدالة f المعرفة بالصيغة f ديال x كتساوي 2 على ln ديال x زائد 3 لما x كينتمي ل r زائد نجمة ناقص الأحادية 1 على عدد نيبير e أس 3. علاش كنكتبوا هاد لا كونديسيون هادي، هاد الشرط هذا؟ طبيعة الحال حيت ما بغيناش المقام ديالنا ln ديال x زائد 3 يساوي الصفر. في هذه الحالة إلا كان ln ديال x زائد 3 كيساوي الصفر، يعني أن ln ديال x كتساوي ناقص 3. وشفنا في الدرس ديالنا أن ln ديال x كتساوي ناقص 3 يكافئ x كيساوي عدد نيبير e أس ناقص 3. داكشي علاش كنحيدو من مجال التعريف ديال الدالة اللوغاريتمية الأحادية e بويسونس موان 3. دونك إلا بغينا نجاوبو على هذا السؤال اشنو غنديرو؟ لكل x كينتمي ل r زائد نجمة ناقص أحادية e أس ناقص 3
اف ديال اكس معرفه بالصيغه اللي كنعرفوا عليها جميع 2 على ln ديال اكس زائد 3. اعتبرنا او هي ln ديال اكس زائد 3 واللي استحضرت العلاقه اللي ذكرتكم بها حاليا. اذا تكون عندي اف بريم ديال اكس هي ناقص 2 على اكس على ln ديال اكس زائد 3 الكل مربع. كنضرب الفوق والتحت في اكس باش نبسط العباره ديالي وكنحصل على الصيغه النهائيه اللي كتبان لنا في الشاشه. اذا نمر الان الى السؤال الرابع، حيث كيطلبوا مني نحسب لهم الداله المشتقه ديال الداله ln للقيمه المطلقه ل ln ديال اكس. بطبيعه الحال اول حاجه نحاول نبدا بها غنطلب منكم شنو هي دي دو اف. في هذه الحاله دي دو اف بطبيعه الحال هي ار زائد نجمه. داكوغ علاش؟ حيت باش تكون الداله اف معرفه خاص اكس نقدروا نحطوها داخل الداله اللوغاريتميه يعني ln. داكوغ دونك الدي اف ديالي هي ار زائد نجمه. السؤال ديالي شنو هي اف بريم ديال اكس؟ اف بريم ديال اكس دونك اول حاجه غنذكركم بها هي فاش تيكون عندي ln للقيمه المطلقه ديال واحد الداله او ln ديال القيمه المطلقه لداله او دو اكس اش كتساوي؟ كنديروا لها بريم. دونك كيف ما شفنا في الدرس هي او بريم دو اكس على او لاكس. نحاول نطبقوا هذه العلاقه هذه باش نحسبوا الداله المشتقه للداله اف. اذا غنقولوا ليكن اكس ينتمي الى ار زائد نجمه ناقص الاحاديه واحد. غنفسر لكم علاش قلت ناقص الاحاديه واحد. غتكون عندي اف بريم لاكس الى طبقت العلاقه اللي ذكرتكم بها قبل قليل غتكون عندي اف بريم ديال اكس كتساوي او بريم يعني واحد على اكس الكل على او دو اكس يعني ln ديال اكس. اذا ضربت في البسط اذا ضربت في البسط والمقام في بوتيت اكس يكون عندي واحد على اكس ln اكس. بطبيعه الحال اول حاجه تبداو بها غتحسبوا لي الداله المشتقه اف بريم غتلقاو واحد على اكس ln اكس وديك الساعات تعرفوا علاش اختاريت ليكون اكس ينتمي الى ار زائد نجمه ناقص الاحاديه واحد، حيت ما بغيتش الواحد يكون داخل الالن، حيت الا كان عندي الن ديال واحد يكون صفر والداله اف بريم ما هتكونش معرفه. داكشي علاش خديت ليكون اكس ينتمي الى ار زائد نجمه ناقص الاحاديه واحد. كنتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب تاعكم، في امل اللقاء بكم في فرصه اخرى من فيديوهات اي مدرسه. شكرا.